السلام عليكم مشاهدي الكرام، مرحبا بكم معنا في قصة جديدة. إبراهيم دياز تزاد نهار 3 غشت 1999 في مدينة مالاغا جنوب إسبانيا. تربى في دار متواضعة ماشي ديال الرفاهية ولا الشهرة، ولكن كانت عامرة ديف ودعم. كان ساكن مع الوالدين وما كانش من العائلة الغنية. الأب ديالو كان خدام عادي كيخدم باش يوفر مصروف الدار وبعرق كتافو اليوم كامل. من صغرو إبراهيم كان مختلف، كيلعب الكرة في الزنقة في الدار وحتى في المدرسة. والأم ديالو كانت أول مشجعة، والأب هو اللي كان كيديه للتدريب حتى في الأيام اللي ما كانش فيها البنزين ولا الوقت. دخل المدرسة مالاغا وبدا يلعب في مركز رأس الحربة، هو المسؤول على تسجيل الأهداف وصناعة الفرص. وكان دائما أصغر واحد، ولكن الأسرع بالتفكير، ذكي في المراوغة وما كيتخلاش على الكرة. المدربين لاحظوا الموهبة، ولكن قالوا نفس الجملة اللي كتقتل بزاف ديال الأحلام: موهوب ولكن ضعيف بدنيا. ومع ذلك العائلة ما استسلمتش. في سن 14 عام جاء عرض من مانشستر سيتي، وكان قرار صعيب. بقوة ما فرح إبراهيم وعائلته، بقوة ما تخوفوا منه. الولد باقي صغير، كيفاش يتعامل مع لغة جديدة وكيفاش يتعايش مع بلد جديد ومعروف بالبرد بعيد على العائلة. هذا القرار جاب معاه الحيرة بين القبول والرفض، ولكن الأب والأم وقفوا معاه وشجعوه يمشي، حيث الفرصة ما كتجيش جوج مرات. في مانشستر عاش الوحدة، عاش الضغط، عاش الجلوس في الدكة، ولكن تعلم الصبر والانضباط. في عام 2019 رجع لإسبانيا عبر الباب الكبير اللي هو ريال مدريد. الناس قالوا دابا غادي يبان، ولكن الواقع كان أقسى. لقى راسو وسط منافسة شرسة مع أسماء كبار، حتى مشى الميلان فين رجع ليه النفس وثاق في نفسه من جديد، وحس براسو نجم وبطل كرة القدم. ورغم أنه لعب لإسبانيا في الفئات السنية، إبراهيم دياز كان دائما كيهضر على أصله المغربي، والفضل كيرجع للدعم الحقيقي اللي تلقاه في الصغر من العائلة، الجذور والهوية. ونهار قرر يمثل المنتخب المغربي ما كانش اختيار تكتيكي، كان اختيار قلب. ومن هنا ولا الاختيار واضح، ما كانش اختيار مصلحة ولا حسابات مستقبل، كان اختيار قلب. إبراهيم دياز لبس قميص المنتخب المغربي ودخل مسؤولية جديدة قدام الشعب كامل. كان كيتسنى يشوف فيه الصدق قبل المهارة. وفي كأس إفريقيا المقامة حاليا في المغرب، إبراهيم ما جا لا يتفرج ولا يكون غير اسم في القائمة، جاي يساهم ويصنع الفارق وبأهداف حاسمة وبلمسات ذكية. ساهم بشكل كبير في التأهل وخلى الجمهور يحس أن الاختيار ما كانش غلط وما كانش الهدف غير في الشباك. الرقصة الشهيرة ديالو بعد كل هدف كانت فرحة ولد رجع لحضن بلاده. وإن دل هذا على شيء فإنه كيدل على أن المواطنة ماشي مسافة، وأن الجذور كتبقى راسخة حتى ولو عاش الإنسان في آخر بقعة في العالم. إبراهيم دياز أثبت أن الوطن ماشي غير مكان، الوطن إحساس وحب كيتسكن في القلب وما كيموتش. قصة إبراهيم دياز ماشي غير قصة لاعب سجل أهداف ولا فرح الجمهور، هي قصة واحد الإنسان عرف شكون هو وعرف فين كينتمي. علمنا باللي الأصل عمره ما كيتنسى، والهوية ما كتضيعش في البعد، واللي كيبقى وفيه الجذور ربي كيرفعو قدام الناس. واليوم الجمهور كامل واقف على أعصابه، حيث المنتخب المغربي غادي يواجه الكاميرون في مباراة مصيرية. كنتمناو من كل قلبنا الفوز يكون بإرادة قوية وروح عالية. اللاعبين يبينوا نفس الشجاعة اللي شفناها عند إبراهيم دياز، كل هدف يكون رسالة حب للوطن، وكل لمسة كتعكس الجهد والتضحية. وحتى ولو كانت المباراة صعبة، المهم هو الروح والوحدة، حيث الكرة ماشي غير لعبة، الكرة هي فرصة باش نبينوا شحال كنحبوا بلادنا وجذورنا. إذا عجبتك القصة وما بغيتيش تفوت أي رحلة جديدة مع نجوم كيعطيو أكثر من مجرد أهداف، كيعطيو دروس في الحياة والشجاعة والحب للوطن، اضغط على زر الاشتراك وكون جزء من هذا العالم الصغير الكبير، حيث هنا كل فيديو ماشي غير كرة، كل فيديو إحساس، كل فيديو قصة كتلمس القلب. وما تنساش تفعل الجرس باش يوصلك كل جديد، وتبقى حاضر مع كل هدف وفرحة وكل رقصة كتبين الحب للجذور والوطن.